ايه اللي بيحصل في منطقتنا؟ وايه اللي بيحصل في الشرق الاوسط؟ وليه تتكالب الامم عليها؟ وايه الصراعات اللي موجوده؟ دي عده اسئله لازم نجاوب عليها عشان نفهم الموضوع بالظبط. الناس اللي متابعيني ومتابعين الفيديوهات اللي كنت منزلها على قناه اليوتيوب القديمه ومنزل على التيك توك هيلاقي الكلام دوت موجود. لكن احنا هنرجع بعجاله كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في 4 قوى موجودين في منطقة الشرق الأوسط. نمرة 1 دولة الكيان، ولاد العم، الضفاير والنجمة الزرقاء. دول منهم الأشكناز ومنهم الفلاشة ومنهم الأوروبيين ومنهم العبريين ومنهم العرب. فهم جايين من كل دولة من كل دول العالم ومتجمعين مع بعض كدين، كدولة دينية، مش كعرق. الدولة الثانية، الدولة دي هدفها في منطقة الشرق الأوسط هي دولة توسعية. حتى ترامب جه في الآخر خالص قال إن دي دولة صغيرة ويجب إن هي تتمدد. تتمدد إزاي؟ على حساب دول تانية. وهم دلوقتي بيعملوا كده، اللي هي دولة الكيان الكبرى من النيل للفرات. هي عايزة تاخد ابتداء من نهر النيل، شرق نهر النيل، من قناة السويس فوق عند البحر المتوسط لحد ما تنزل لغاية أسوان. كل شرق النيل، شرق نهر النيل ده ومعاه سينا العزيزة، يبقى دوت تبع الكيان وياخد لغاية الفرات. هياخد بقى في السكة معاه الأردن كلها ولبنان كلها وسوريا كلها والعراق، وياخد أجزاء من السعودية، نص السعودية أو تلت السعودية، وياخد أجزاء من تركيا. دي أول دولة. لو خدت ده هتعيش في سلام مع الدول العربية، بس مش هتقبل أبدا إن في دولة تبقى أقوى منها. هتبقى هي دايما اللي عايزه تبقى القويه، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى مش هيطولها ده. ولو نولهم دول هم كلهم في العالم كله، سواء اللي كانوا موجودين في الدوله دي باللي خارج الدوله بره 15 مليون. فال 15 مليون عايزين المساحه الشاسعه دي كده كلها. طبعا هيجمعوا الباقيين معاهم اللي موجودين في العالم. لو جمعوهم يبقى دوت وعد ربنا سبحانه وتعالى اللي وعد بيه، يبقى دي نهايتهم. ودي احنا كده داخلين على نهاية العالم ونهاية الكرة الأرضية، وإن احنا داخلين على علامات الساعة. الدولة الثانية الدولة التركية، خصوصا أردوغان، دولة أردوغان الحالية. دولة كانت ماسكة الدول العربية كلها، وكانت ماسكة الدول الغير عربية اللي هي بقت عربية زي تونس والمغرب والجزائر وليبيا، الأمازيغ ومصر، مصريين. دول كلهم احنا بنقول عليهم عرب مع دول الخليج، مع الصومال، مع دول تانية دي اسمها دول الخليج. فتركيا كانت واخدة دول الخليج كلها، شبه الجزيرة العربية والشمال الأفريقي كله. فكانت دي اسمها الخلافة العثمانية. فهي لسه راسخ في ذهنهم، في ذهن أردوغان، إن دي الخلافة العثمانية. فأي دولة بتقع عن طريق الكيان وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي زي اللي حصل في ليبيا، تروح جارية جري وتقوم مستولية على البترول هناك وتستولى على الخامات وتبعت إرهابيين للدولة دي زي ليبيا وتعمل انقسام في الدول، لأنها دولة برضو توسعية عاوزة ترجع تاني. مش مكفيها. هم أصلا فين؟ هم أصل التركمان دول فين؟ هم أصلهم هناك عند الصين، اللي هم التركمان اللي جنب الإيجور. الإيجور دول ولاد عمهم. هم طبعا انتقلوا وخدوا الدول العربيه معاهم، وخدوا زي ما انا قلت لك كده التوسعات، ووصلوا لغايه اوروبا، لغايه ما جه محمد الفاتح وخدوا تركيا الحاليه اللي هي موجوده دلوقتي. دي تركيا. فهي مش مستكفيه دي، عايزه ترجع للماضي، لاحلام الماضي. فكل ما دوله بتقع زي ما قلنا في ليبيا كده خدوا الغاز بتاعها، وزي اللي موجود دلوقتي في سوريا خدوا منها اجزاء وعايزين ياخدوا. فانا هفهمك نقطه دلوقتي لازم تاخد بالك منها. والعراق طبعا في اكراد هم واخدين اجزاء من العراق، فهم عايزين اجزاء من العراق. ولو طالوا هياخدوا كل الدول العربيه، ياخد الخير اللي فيها ويبعت الجماعات اللي هي علشان خاطر دي الذريعه بتاعتهم. فدي دوله تانية. يبقى في الدوله التركيه مع الدوله اللي المفروض انها عبريه وهي مش عبريه، في صراع بينهم.
دي عايزه تاخد ودي عايزه تاخد، فيحصل ايه؟ يحصل الصراع ده اللي هنرجع له تاني. الدوله الثالثه الدوله الفارسيه، وطبعا دي دوله على غير النهج بتاع السنه، فهي ليها استولت على 5 عواصم غير تواجدها مثلا في البحرين وفي عمان وفي السعوديه وفي دول تانية موجود ليهم اتباع. فهي فالامريكان فهم من الاول ان دي دوله توسعيه، فقاموا ايه؟ أبوها أو دولة مين؟ الخميني، وبعد منه بقى الخامنئي. أبوهم بحيث إن هم خلوهم شوكة في ظهر العرب. الدولة الرابعة اللي احنا قلنا عليها اللي هي العرب مع المصريين، احنا مصريين مش عرب، بس انتسبنا للعرب علشان، أو العرب انتسبوا لينا لأن أم العرب أم سيدنا إسماعيل عليه السلام هي عربية، هي مصرية، وهو أبو العرب الجداد. بعد ما الطوفان خد العرب القدام، العرب العاربه، اتبقى العرب المستعربه اللي هم مين؟ اللي هو سيدنا اسماعيل، فهي امهم. ولذلك تلاقي جيناتنا، احنا رغم ان دخل فينا عرب الا ان الجينات بتاعتنا هي جينات توت عنخ امون، زي ما قال الدكتور السيسي في كلام في الكلام عن المصريين، تقدروا ترجعوا له. طيب، يبقى في الأمة الرابعة اللي هي الأمة العربية اللي هي الخليج مع المصريين مع الأمازيغ اللي هم ليبيا والمغرب، اللي هي دول المغرب العربي يعني، مع زي ما قلنا في الصومال وفي السودان وفي فدول كلهم اسمهم دول عربية أو الدول الناطقة بالعربية. طبعا العرب لما عملوا الفتوحات الإسلامية دخلوا في البلاد دي، تزوجوا منهم وتناسوا، أصبح إيه؟ إن في امتزجوا وسموها دول عربية. الدول دي موقعها الهام جدا، وللخير اللي فيها الخيرات بتاعتها مطمع. الدول دي فيها ايه؟ فيها مضيق جبل طارق، قناة السويس، مضيق باب المندب، ومضيق هرمز. فيها جميع الممرات بتاعت المية. اللي يمسك دول في العالم ملك العالم كله. يبقى هنا في صراع لدولة فارس مع العرب، وقدرت انها تحتل 5 دول. طيب، ايه اللي حصل بقى بين، طب ما امريكا كانت بتعتبر ان ايران بنتها، واسالوا على فضيحه ووتر جيت. سيبك من الكلام اللي بيتقال هنعمل في امريكا وهنسوي في امريكا، ده فوق الترابيزه. تحت الترابيزه متجوزين عرفي، فوق الترابيزه احنا اعداء، لكن تحت الترابيزه الله اعلم. فهم مش عاجبهم طبعا ان ايران خلعت منهم وراحت للمعسكر الشرقي. مين المعسكر الشرقي؟ روسيا، كوريا الشماليه، والصين. ده العدو اللدود دلوقتي الحالي لمين؟ لامريكا. اما جه ابو حنان بيغير في اللعبه، وبيغير في الشرق الاوسط، وبيفرض واقع جديد لشرق اوسط جديد. شرق اوسط جديد غير الشرق الاوسط القديم اللي احنا كنا عليه. فعاوز دولة الكيان الكبرى بالاجزاء بتاعتها اللي احنا قلنا عليها. طيب، وايران؟ ايران ما بقتش حليفه وما بقتش بنته، بقت بنت عاق. طب نعمل فيها ايه؟ لا، احنا اللي عملناها نرجع نرجعها تاني، شحاتها تاني زي ما كانت. احنا اللي قوناها واحنا اللي وقفناها. طب هنعمل ايه؟ نقصقص جناحاتها. مين الجناحات بتاعتها؟ حركة حسام في فلسطين، وحزب الله في لبنان، وبشار في سوريا، والحج الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن. هم قدروا يضعفوا حركة حسام وحزب الله وتخلصوا من بشار، فبقى لهم مين؟ الحج الشعبي، وهيدوروا عليه. هيرجعوا تاني للعراق. ده كله حجة علشان خاطر يحتلوا الأجزاء دي وتبقى دولة الكيان الكبرى. طيب، مضيق باب المندب اللي فيه مين؟ اللي فيه الحوثيين. زي ما أنا قلت في الفيديو اللي فات إن الأمريكان عايزين مضيق باب المندب. ارجعوا للفيديو وهتشوفوا اللي فيه، وهنكمل تاني يعني، لسه في فيديو تاني إن شاء الله نكمل فيه نوضح فيه المسألة بالظبط وبالتفصيل. يبقى كده احنا عندنا صراع ل4 حضارات: الحضارة الفارسية، الحضارة التركية، الحضارة العربية، والمسمى زورا بالحضارة العبرية، وهي مش حضارة إنما
دين من كل الشتات من العالم. طيب الامريكان زي ما انا قلت كده ان هم عايزين يشكلوا العالم بالشرق الاوسط الجديد. الدول اللي سقطت خلاص سقطت وناخدها. الدول اللي واقفه على رجليها مين؟ السعوديه، الامارات، قطر، مصر. اقوى جيش في المنطقه دلوقتي هو مصر، وبقيه الدول كلها وقعت خلاص او تعتبرها وقعت. انما تيجي بعدهم الجزائر، انما بقيه الدول الثانيه بتحاول انها تقوم من اللي هي كانت فيه. يبقى كده احنا فهمنا اللعبه، قواعد اللعبه بتاعه الغرب، ان في صراعات بين دول. فلذلك امه العرب منهوشه ومطمع لكل الحضارات او الدول اللي احنا ذكرناها. في فيديو ان شاء الله تاني هننزله وهنبين بقى، تعتبر الفيديو اللي فات ده هو تكملة الفيديو ده. يعني انا علشان في ناس قالت احنا مش فاهمين، انا بفهمك اهو ان دوت الفيديو ده كده في صراع حضارات اهو، وبعدين تقرا تسمع الفيديو التاني وهنكمل على الفيديو ده. يبقى الفيديو اللي فات هو الفيديو رقم 3. انا بجيب القديم علشان تقدر تفهم الفيديو اللي فات اللي هو الجديد ده اهو. ما تنساش بقى ان شاء الله تعالى، انت ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل شير واعمل لايك واعمل كومنت، وما تنساش تشترك في القناه. الاشتراكات ضعيفه جدا، خلوا الفيديوهات دي توصل للناس. الفيديوهات دي ما اليوتيوب ما بيوصلهاش، فوصلها انت عن طريق الشير. شير في كل حته، شير في اي حته تقدر توصل فيها. على الفيسبوك ماشي، على انستجرام ماشي، على تليجرام ماشي، على الواتساب ماشي. شير علشان الناس تفهم وتعرف ان احنا في خطر، احنا في حرب حقيقيه. احنا مصر ممكن تغمض عينك تفتحها تبص تلاقيها بقت في حرب وفي واقع مر. مصر هتحارب العالم كله لوحدها. الامريكان اقوى دوله في العالم، الصين خايفه منها، روسيا خايفه منها، اوروبا خايفه منها، الكل خايف منها. احنا هنواجه الامريكان. الامريكان عشان تكمل بقيه المخطط، مصر هي اللي واقفه مفيش غيرها. فانت اتعب شويه معايا، اتعبوا معايا، شيروا الفيديوهات، خلوا الناس توصل للناس، خلوا الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي. وزي ما بقول لحضرتك، الامريكان هم ماسكين السوشيال ميديا، فما برضوش يخلوا الفيديوهات بتاعتنا دي تتحرك من مكانها. فانا بسلمها تسليم يد، ببعتها لك على الواتس، ببعتها لك على التليجرام، ببعتها لك على الماسنجر، لان اليوتيوب ببص الاقي الفيديو واقف وما بيتحركش مكانه. فلغايه هنا ان شاء الله تعالى كده كفايه، ونكمل فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.